واتعملت واحدة من أشرس المحاكمات في تاريخ مصر القديمة. السلام عليكم. تخيل تبقى فرعون مصر وأقوى راجل في العالم وقتها، وعندك جيش وحراس وقصور، واللي يقتلك مراتك. أنا هنا مش بتكلم عن أسطورة ولا فيلم، أنا بتكلم عن قضية اغتيال حقيقية حصلت جوه القصر الملكي ومتسجلة بالتفصيل في بردية تورين القضائية. ودي حرفياً واحدة من أخطر المؤامرات السياسية في تاريخ القدماء المصريين، واسمها مؤامرة الحريم. القصة بطلها الملك رمسيس الثالث، آخر الفراعنة العظام تقريباً. الراجل ده حارب شعوب البحر وأنقذ مصر من غزوات كتير كانت ممكن تدمرها بالكامل. لكن المشكلة إن العدو الحقيقي ما كانش بره البلد، العدو الحقيقي كان جوه القصر نفسه. رمسيس الثالث كان عنده زوجات كتير جدا، ومن ضمنهم زوجة اسمها تايا، وتايا كان عندها ابن اسمه بنتاور. بس المشكلة إن ابنها ما كانش ولي العهد، الملك اختار ابنه الأكبر علشان هو اللي يمسك الحكم من بعده. وهنا بدأت المؤامرة، وتايا ما عادتش تزعل وخلاص، لا، دي بدأت تعمل شبكة سرية مرعبة جوه الدولة نفسها. جمعت حراس وموظفين وناس من الحريم وشخصيات قريبة من الملك. يعني الموضوع ما كانش خناقة عائلية، لا، دي كانت محاولة انقلاب كاملة على العرش. والمرعب بقى إن المؤامرة ما اعتمدتش على السلاح بس، بردية تورين بتقول إنهم اعتمدوا على السحر كمان. أيوة، تمائم وتعاويذ وتماثيل شمع، كانوا مؤمنين إن هم يقدروا يشلوا الحراس ويضعفوا الملك ويسهلوا عملية الاغتيال. تخيل الرعب، ناس قاعدة جوه القصر تعمل في دومة شمع عشان تقتل الفرعون. وفي ليلة التنفيذ المتآمرين استغلوا وجود الملك في جناحه الخاص بأحد القصور الملكية، والمؤرخين لحد النهاردة لسه مختلفين، هل ده حصل في قصره بمدينة هابو بالأقصر ولا في قصر إقامته في تل اليهودية بالقليوبية. المهم إن هم قدروا يخترقوا المكان ويوصلوا للملك نفسه. ولسنين طويلة المؤرخين كانوا محتارين، هل رمسيس الثالث مات فعلا ولا نجا من المحاولة، لأن البرديات القديمة كلها كانت غامضة جدا في الحتة دي. لحد سنة 2012 العلماء قرروا يعملوا أشعة مقطعية على موميا رمسيس الثالث، واللي ظهر كان صادم بطريقة مرعبة جدا. رقبة الملك متفتحة بالكامل تقريبا، جرح عميق طوله حوالي 7 سنتي، قطع في القصبة الهوائية والمريء والأوعية الدموية الرئيسية. يعني ببساطة الملك اتذبح فعلا. والأغرب إن هم لقوا تميمة حورس محطوطة جوه الجرح نفسه، كأن المحنطين بيحاولوا يشفوه أو يعالجوه في العالم الآخر. المحاولة نجحت فعلا في التخلص من رمسيس الثالث، لكنها فشلت في هدفها الأكبر اللي هو الاستيلاء على العرش. رمسيس الرابع اللي هو ولي العهد الشرعي تحرك بسرعة البرق وسيطر على العرش وقبض على كل المتآمرين، واتعملت واحدة من أشرس المحاكمات في تاريخ مصر القديمة. ناس اتعدمت وناس اتقطعت ودانها ومناخيرها، حتى بعض القضاة اللي كانوا بيحققوا في القضية اتحاسبوا واتعاقبوا بسبب الرشاوي وعلاقاتهم المشبوهة مع المتهمين أثناء التحقيق. أما بقى الأمير بنتاور ابن الملكة تايا، فالمحكمة حكمت عليه بحاجة مرعبة جدا، الانتحار الإجباري. وبيعتقد عدد كبير من العلماء إن موميا الرجل الصارخ الشهيرة اللي وشه متجمد على تعبير رعب لحد النهاردة وملفوف في جلد ماعز، وده في الطقوس الجنائزية كان بيعتبر غير طاهر كنوع من العقاب، هي أصلاً موميا بنتاور نفسه. وتخيل بقى بعد أكتر من 3000 سنة جسم رمسيس الثالث بنفسه هو اللي كشف الحقيقة كاملة، وكأن التاريخ فضل ساكت آلاف السنين وقرر يتكلم مرة واحدة. اكتبولي في الكومنتات تحبوا نتكلم عن ايه المرة الجاية، استنوني في فيديو جديد. سلام يا ملوك.